السلام عليكم. شحال من واحد فيكم عنده شي كونت بونكير مع شي بنكه معينه وغالبا كتكون كتسالي شي فلوس، فتيقول مع راسو بانه هو راه مابقاش خدام به وما محتاجوش، صافي غادي ينساه وغيتسد اوتوماتيكمون. لكن القضيه ما دايراش بحال هكا. باش تفهم مزيان غادي نحاول نديروا واحد المثال. لينا افترض ان واحد السيد عنده كونت بونكير في واحد البنكه معينه وكتسالو 200 درهم. دازت واحد الشهران وينفيرسي واحد 100 درهم، يعني ولات كتسالي غير 100 درهم. دازت واحد عام هو في بالو بانه كتسالي غير داك 100 درهم، ولكن لا، كاين ما يسمى من الفخي تونت كونت او ما يسمى برسوم الحساب. طبيعة الحال هاد الرسوم كتختلف من بنكه لبنكه، وكاين بعض البنكات اللي دايرين لهم فابور. المهم ما عليناش، نرجعوا للمثال ديالنا. اللي نفترض انه هاد السيد كيخلص في لي فري كونت 30 درهم في كل تريميست، يعني كل 3 شهور، وبما انه ربحان يعني 30 ضربة في 4 تساوي 120 درهم، زائد ديك 100 درهم اللي ديجا كتسالي يعني 220 درهم. فإلا جمعنا هاد المعطيات كامله، السيد غبر عام والبنك كتسالي الفلوس، فهنا البنك الدور ديالها هو انها تصيفط ليه هذا الاشعار كتقول ليه فلان واش باغي تكمل معنا ولا لا. هنا حتى داك الزبون عنده الحق انه يقبل، كيف ما عنده الحق انه يرفض، وقدر انه ما يجاوبش كاع. ففي حاله انه ما يجاوبش هنا كتسنى 6 شهور، فهنا البنكه كتكون ملزمه باش انها تصيفط ليه كشف الحساب، بحال في المثال انها كتساليه 220 درهم. فإلا خلصها راه مزيان كتسد ليه الكونت، في حالة ما انه ما خلصاش راه غتسد ليه في الكونت، ولكن دائما تبقى تسالك داك 220 درهم.